السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جيت لكم بطريقة عمل الحواوشي، سر من اسرار المحلات. هقوله لكم النهارده في الطريقة. وهنا معايا المقادير. انا هنا معايا ربع كيلو من اللحمة المفرومة، ومعايا بصلاية، ومعايا هنا 7 بهارات، معلقة فلفل اسود، معلقة ملح، و2 من الفلفل البارد، و2 من الفلفل الحامي، وواحدة طماطم صغيرة. ده كل اللي هنستخدمه النهارده. وهقول لكم برضو على السر من اسرار المحلات اللي هما بيستخدموه في اي عمل حواوشي. يلا نبدأ. هنا جبت الكبة، هضرب الاول فيها البصل، هنزل بالطماطم والفلفل، هضرب ده كله في الكبة، هنعمهم. انا مش عايزاهم ناعمين قوي ولا خشنين قوي، عايزاهم وسط. هنا لازم نحط فلفل، ولازم احط طماطم عشان يبقى زي الحواوشي بتاع بره بالظبط كده. بعد ما ضربتهم في الكبة، هنزل برضو باللحمة، هديها ضربتين على السريع عشان الخليط كله يدخل في بعضه كده. بعد ما خلصت، ده السر اللي هقولهولكوا. دي معلقة ليا ضاني او معلقة دهن ضاني، هي دي كل التكاية اللي بيستخدموها برا عشان تحللك اي حواوشي. هو ده كل السر بتاع محلات برا، هي المعلقة ديت. هنقلبهم كده كويس. هجيب العيش هنا، انا فتحته كده من على الجنب، هحشيه كويس. هنا جبت طاسة بعد ما حشيته، هحط فيها زيت. انا هنا مستخدمة جريل عشان هيعمل معايا شكل احلى بكتير العيش الحواوشي. انا هنا بعد ما حطيت، انا عندي الجريل هنا بيشيل 2 بس، هدهنه من فوق زيت. وبرضو اللي مش حابب يحط الدهن الضاني من جوه مع اللحمة، ممكن يدهن بيه الحواوشي من بره، برضو يديكي نفس الطعم والريحة كمان من احلى محلات. ما تفكروش بقى ان هما بيعملوا حاجة مش موجودة، يعني انت ما تقدريش تعمليها، لا بالعكس هتعمليها بكل سهولة. وبكده انا الكمية عملت معايا 4 ترغيفة. هنا الجرار بس هشيل 2 بس. بصوا كده قلبتهم، بس شكله طلعت الجريل حلو قوي فيه. هسيبه ياخد وش الناحية التانية. بصوا ده شكله. عملت معاه طحينة من اللي عملتها قبل كده في القناة معاكم. عمل 4 ترغيفة بس، عيالي خدوا رغيفين طبعا مش قادرين يستنوا، فانا مش هينفع اديهم، فانا اديتهم 2. وقلت اصور لكم كده شكله، هوريكم شكله كمان من جوه عامل ازاي، واللحمه حلوه ازاي فيه. بصوا استوى واللحمه حلوه قوي، وما شاء الله كميه كبيره قوي من جوه في الحواوشي. الرغيف مليان معايا لحمه، وكفايه اللي هو مضمون، وانت عارفه حاطه فيه لحمه ايه، وعارفه مدخله جوه ايه. ده كده شكل الحواوشي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، فيديو سهل وبسيط واستفدتوا منه كتير ان شاء الله. لو قولوا لي حابين اعمل لكم ايه تاني، متنسونوش باللايكات والاشتراك في القناه عشان قناتي تكبر بيكم. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم. عايزه بقى لايكات كتير وكومنتات احلى، وان شاء الله استنوني تاني في فيديو جديد.